السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الطلبة الأعزاء، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، كدوزوا وقيته زوينة. كيف ما كتعرفوا في هاد الأيام كاين الامتحان الشفوي الخاص بالمدرسة ديال الأساتذة، وكاين بزاف ديال التساؤلات على ما يتعلق بالتخصص اللغة الإنجليزية في المدرسة العليا للأساتذة وفي الكلية وما يسمى بلافاك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي ندويو على الفرق بين المدرسة والكلية فيما يتعلق بتخصص اللغة الإنجليزية، شنو كيقراو، شنو الفرق، شنو الحوايج اللي كيتشابهوا فيهم. غادي يكونوا نصائح ان شاء الله. فكما كتعرفوا بزاف كيحقروا الكليه، كيقول لك بلي الكليه ما بقاتش خدامه، ما فيهاش افاق، وهذا غلط. فإلا رجعتوا اللور شويه راه غادي تلقاو بلي لافاك كانت هي الاصل، ما كانوش المدارس ولا الكليه هي اللي كانت الاصل. كنت كتقرا في الكليه كتخرج كتولي استاذ يا طبيب يا دكتور، هادشي كامل كان كيجي غير من لافاك. فاش ولات الوقت كتطور شويه ولاو كيبانوا المدارس بحال المدرسه ديال الاساتذه. باغي نقول لكم بلي راه الكليه فيها ما يدار، غير هو خاص الطالب يزير راسو، واي حاجه درتيها ولا اي حاجه عطيتي فيها جهدك راه كتلقى النتائج بطبيعه الحال. ما يمكنش واحد البلاصه كتعطي فيها الجهد وفي الاخر ما يكونش واحد النتائج اللي غادي تكون مثمره. فغندويو على التشابه بين المدرسه للاساتذه والكليه. فتخصص اللغه الانجليزيه كما كتعرفوا السنه الاولى كيقراو الطلبه نفس الحوايج، كيقراو grammar، reading and comprehension، writing، composition، نفس الحوايج كيتقراو. داكشي اللي غيقراه الطالب في الكليه غادي يقراه في المدرسه للاساتذه، غير هو كاين اختلاف فيما يتعلق بالنظام. في الكليه يمكن لك تحضر ما تحضرش، داكشي كيبقى راجع لك انت. يقدر ما تحضر حتى شي حصه، ولكن غير نهار الامتحان تمشي دوز وتقدر تفاليدي. هذا هو الفرق. اما بالنسبه للمدرسه للاساتذه راه ما يمكنش لك تبقى تغيب، الحضور اجباري، خاصك ديما تحضر. الا فتي 5 الغيابات كيخرج لك داك الموديل في الراتراباج، ولا خرج لك في الراتراباج واخا تجيب حتى 20 في الامتحان راه كتبقى 10، ما كتفوتش ديك 10. هذا هو الفرق في النظام اولا في الحضور. لافاك يمكن لك تمشي وقت ما بغيتي وتدخل مع الجروب اللي يعجبك، ولكن في المدرسه لا، ما يمكنش لك. خاصك تدخل مع الجروب ديالك، وخاصك دير البريزونطاسيونات، تقدم العروض، ويمكن خاصك دير دوز امتحان اللي كيمثل 40%، وكدوز عاوتاني فاينل اكزام اللي كيمثل 60%. هذا هو الفرق بين المدرسه للاساتذه ولافاك. لافاك الامتحان كيكون 100%، ولكن في المدرسه كاين ديك البورسونتاج تاع 40% خاصه بالمراقبه المستمره، و60% اللي كتعتبر فاينل اكزام اللي كدوز فيها الامتحان ديالك، ويا كتفاليديه يا ما كتفاليديش. لما فاليديتيش كيرجع لك الرات كيكون شي حوايج اللي خاصك تتبعهم باش تفاليدا لك داك الموديل. جبتي مثلا 16 كتبقى 10 ما كتفوتاش، وباش يخرج لك الرات ولا باش دير كومبونساسيون خاصك 7، خاصك تجيب 7 في داك الموديل باش يتكومبونسا لك بواحد الماده اخرى. في لافاك خاصك تجيبها 5، يعني كاين فرق. هادشي اللي كاين فيما يتعلق بالحضور. حضور اجباري في المدرسه، ولكن في لافاك لا. ولكن راه بجوج طلبه مثلا الى زيرو راسهم راه غادي يفاليديو داك الموديل. بالنسبه للسنه الثانيه نفس الحوايج كيتقراو عاوتاني، كيقراو في لافاك لينغويستكس، حتى في المدرسه كيقراو لينغويستكس. كيكون الفرق غير في العام الثالث. بالنسبه للمدارس العليا للاساتذه كيقراو شي حاجه متعلقه بالتعليم، كيقرا شي حاجه اللي غادي تكون متعلقه بالتعليم، مثلا الديداكتيك كيقرا في اس 3 و اس 4، ولكن في اس 5 و اس 6 كيكون كيتعمق في داكشي. يعني ما كيبقاش يقرا على الماده ولا التخصص، كيولي يقرا على المهنه. ولكن في الكليه كيتعمقوا بزاف في التخصص، وكيكون شي موديلات على ما كنظن كيكونوا متعلقين بالتعليم. ايغاس كيفاش تقري اللغه الانجليزيه كما قال لي واحد الطالب. هادشي فيما يتعلق بالفرق في المواد، كيكون الفرق غير في اس 5 و اس 6. اما العامين الاولى كيكون داكشي متشابه، ما كيكونش شي فرق اللي كبير. حتى الا كان شي فرق كيكون غير في شي موديلات. دونك هادشي اللي كاين. يعني الا زيرتي راسك في اي بلاصه راه يقدر تولي استاذ. ديك الهضره تاع واش باقي الفرصه تولي استاذ راه ديما كاينه، راه ما يمكنش يتاليميناو اصحاب لافاك، حتى هما عندهم الحق انهم يدفعوا للتعليم. غير هو اللي قرا في المدرسه العليا للاساتذه كيكون عنده داك البورسونتاج تاع انه يتقبل، حيت كتقرا 3 سنين انت كتقرا ما يتعلق بالمهنه تاع التعليم، كتقرا ديداكتيك وعلوم التربيه. يعني كتكون بحال كتوجدك المدرسه لديك الامتحان او المباراه، وكتكون معفي من الانتقال الاولي، عكس واحد الطالب اللي كيقرا في لافاك اولا مجاز في الكليه خاصو حتى يدوز من الانتقال الاولي اللي كيكون شويه صعيب. كيكون كيشوفوا فيه الباك، كيشوفوا فيه العمر، كيشوفوا فيه
كذلك النقطه تاع الاجازه، يعني كاينين بزاف تاع لي زيتاب عاد باش كيمكن لذاك الطالب انه يدوز في الانتقال الاولي. دونك هذا هو البورسونتاج. ما كاينش شي فرق كبير بين المدرسه ولا فاك، وبجوجهم يمكن ليهم يديروا الماستر، بجوج بيهم يمكن ليهم يكملوا الدكتوراه، يعني ما كاينش شي فرق كبير. والطلبه اللي كيقولوا راه فاك مابقى فيها ما يدار، بالعكس كاين ما يدار، غير هو كيكون شويه تاع الزيار، ما كيكونش الزيار في لافاك ولكن كيكون في المدرسه. الاستاذ كيبقى يعني بحال يمشي معاك كيشوف واش كدير، التاسك اللي كيعطيك خاصك دير بريزونطاسيون. ولكن في الفاك لا، كلشي كيبقى عليك انت، الريسبونسابيلتي كتبقى ديالك انت. داك الزيار ما كيكونش قليل الاساتذه اللي كيقولوا الطلبه يديروا شي تمارين ولا شي حاجه، ولكن راه ما كيمثلش واحد الحاجه الكبيره. غير هو الطالب زير راسو راه غادي ينجح، هادشي اللي كاين. وما كاينش شي فرق كبير بين المدرسه والكليه، وبجوجهم فيهم ما يدار، وبجوج بهم فيهم افاق. ولا يوفق الجميع. هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا، غير جوابا على السؤال اللي كيتعلق واش كاين شي فرق كبير بين المدرسه والاساتذه والكليه. راه ما كاينش شي فرق كبير.